كتقلبي على شي وصفة ديال المعمول بالتمر أولا حلوة التمر، جربي ليا هاد الوصفة هادي ناجحة مليار في المئة، لذيذة بعجينة مرملة وهشيشة كدوب في اليد قبل من الفم، حشوة كتجي معلكة من الداخل وحتى هي بدور ديالها بنينة. ونزيدك ما تحتاجي تنشفيها أولا تبيتيها، غادي تخدميها وطيبيها في وقيتها. المهم ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. ونبداو على بركة الله. احتاجيت 250 غرام ديال الزبدة اللي تكون من نوعية جيدة، وغنحتاج كذلك واحد كأس إلا ربع من السكر كلاصي أولا السكر الناعم، وضروري تغربلوا السكر ديالكم باش هكا كنتخلصوا من أي تكتلات أولا شوائب اللي كتكون عندنا في السكر. غادي نحتاج كذلك ربع ملعقة صغيرة ديال الملح، وغادي نخلط كلشي مزيان حتى يدمج ليا داك السكر مع الزبدة. غادي نضيف كذلك نصف كأس من الزيت، ودائما القياسات بالكاس ديال العنبة. غادي نعاود نخلط كلشي مزيان، ومن بعد غادي نضيف ربع كأس من ماء الزهر اولا ربع كأس من ماء الزهر. غادي نخلط تاني مزيان مزيان حتى يدمج ليا داك الماء الزهر مع بقية العناصر، وغنبدا في إضافة الدقيق. دقيق دائما نوعية جيدة خاصة بالحلويات، كنحاول انني ندخل الدقيق بشويه بشويه. بالنسبه لي غيسولني واش فيها الخميره، كنقول لكم الحلوه ديال التمر ما كتكونش فيها الخميره، لانه لقيت بزاف ديال البنات بزاف ديال المجموعات كيديروا الخميره يا اما ديال الخبز يا اما خميره الحلويات. فعجينه التمر اولا حلويات اللوز اولا حلويات الكاوكاو عفوا، ما كيكونش فيها نهائيا لا خميره الخبز ولا خميره ديال الحلويات، باش هكا ما كيديفورماش ليهم الشكل ديالهم وما كيخسرش ليهم ديك الرشمه اللي كنرشموهم بها في الاول. هنا الدقيق احتاجيت 5 الكيسان بالضبط ديال الدقيق، كيف ما قلت لكم بالقياس ديال كاس العنبه. هنايا غندوز باش نشكل العجين ديالي. الكويرات اللي غتكون بحجم 20 غرام، انا كنحاول انني نقيسهم بالميزان، ما كانش عندكم الميزان فكتحاولوا ديروا عينكم ميزانكم. المهم بالنسبه لي عندهم الميزان كنديروا في العجين 20 غرام، وكنديروا في العجينه ديال التمر 9 ديال الغرامات. انا حاولت انني نشكل في الاول، عاد خديت القياس ديالي. بعد ما غنشكل الكميه كامله ديال العجين غندوز باش نحضروا الحشوه. صافي بالنسبه للحشوه احتاجيت 500 غرام ديال العجينه ديال التمر اللي كتكون جاهزه. الا ما كانش عندكم تمر اولا ما كانش عندكم يعني منين كتاخذوه وكان بعيد عليكم اولا ما متوفرش عندكم وبغيتوا ديروا التمر يعني في المنزل، فخذوا التمر اللي تكون النوعيه ديالو مزيانه، يعني التمر اللي هكا معسل اولا كيكون شويه معجن، ما يكونش داك القاصح والناشف. كنحاولوا هكا نفوروه فوق واحد الطنجره لمده تقريبا ديال نصف ساعه. صافي بعد ما يعني كيدخلوا الطياب كنزولوا ليه العظيم وكذلك ديك القشره. صافي من بعد كنحاول ناخذ هكا واحد الفورشيط وكنعجنو مزيان، سواء باليد اولا بفورشيط كتعجنوه مزيان كيولي على هذا الشكل هذا. صافي هنايا غادي نضيف كذلك معلقه صغيره ديال الزبده، وغادي نضيف كذلك واحد 3 المعالق هكا ديال الزنجلان اولا السمسم، وكنضيف كيس سكر بنكهه زهره البرتقال. لما توفرتوش عليه ضيفوا القليل من روح الزهر اولا القليل من ماء الزهر.
غادي نخلط كلشي مزيان حتى تندمج ليا هاد المكونات مع بعضياتها، ومن بعد غادي نشكل كويرات كيف ما قلت لكم بالحجم ديال 9 غرامات او لا 10 غرام ماشي مشكل. صافي بعد ما غادي نشكل العجينه ديال التمر غندوزو ان شاء الله باش نشكلو المعمول ديالنا. صافي هنا كنبداو على بركة الله. كنحاول ناخد العجين ديالي وهذا المرشم هذا اللي راني صورته معكم في المنشور اللي قبل، وكناخد العجين كيف ما قلت لكم كنبسطها على الكف ديال اليد ديالي وكنوضع وسط منها الحشوه وكنحاول نجمع، يعني ما كنخليش الحشوه تبقى باينه، كنجمع عليها العجينه، كندوزها في القليل من الدقيق ثم غادي نحاول نحطها فوق سطح العمل وكنطبع عليها بهذا الطابع هذا. بالنسبه لهذا الطابع هذا فخديته من عند السيد اللي كيبيع لوازم الحلويات، فصراحه كنت غادي نخدم بالطوابع القدام اللي كانوا عندي اعوام هذه، ولكن فاش خرجت البارح وبانوا لي هاد المطابع هادو جايبهم جداد صراحه كيكون هو السباق في بزاف ديال الحوايج ما شاء الله ما شاء الله، كيجيب بزاف ديال الحوايج صراحه. هاد المطابع هادو واحد كينسيك في واحد، وحتى الأثمنة مناسبة. بالنسبة لهذا فيه 4 ب30 درهم، يعني هذا يلا خارج ب30 درهم. وكاينين الأشكال اللي موالفين كنشوفوهم بنفس الطريقة حتى هما بنفس الخدمة ديال هذا، كاين ديال 20 درهم كاين ديال 23 وكاين ديال 30 درهم. صراحة ما شاء الله كيجيب مطيبعات اللي زوينين بزاف. المهم كيف ما قلت لكم خديت هاد الطابع هذا وقلت علاش لا ما نشاركوش معاكم، يعني الرشمه ديالو زوينه بزاف. هنايا صافي غادي ندوز العجينه ديالي او لا ديك الكويره اللي شكلت من التمر وغادي نحاول نطبع عليها بهاد الطابع هذا. اي طابع طبعوا بها البنات، ماشي بالضروره هاد الطابع هذا، فانا غير عجبني وبزاف البنات سولوا عليه وقلت نشاركو معكم، علاش لا ونشارك معكم حتى الثمن ديالهم. بالنسبه لي انا راه ما كندير لا اشهار لا حتى شي حاجه، راه البنات عارفيني، انا غير عجبني وقلت نشاركو معكم بالثمن ديالو، بالثمن ديالو بالتفصيل. بالنسبه للبنات هكا اللي كيكون يعني عندهم بحال هادشي هذا ويبغيو يشريوه فكيكونوا على درايه بالامر. صافي كيف ما قلت لكم غادي ناخذ شويه من العجين او لا كويره من العجين كنوضع وسط منها كويره من الحشو وصافي وكنجمع عليها بهذه الطريقه هذه. كنحاول الحشوه هذه كنجمع عليها مزيان مزيان ما نخليهاش تبان، كندوزها في الدقيق وكنحاول نطبع عليها بهذا المرشم. كيف ما فايت ذكرت لكم ونسيت ما كملتش، اي طابع عندكم طبعوا به الحلوه ديالكم، ماشي بالضروره هذا المطبع هذا او لا هذا الطابع هذا، اي طابع توفرتوا عليه طبعوا بها البنات. بعد ما غنسالي اول لاطه شكلت غندخلها مباشره، ما غنخليها لا تنشف لا حتى شي حاجه، راه فايت مشاركه معكم حتى طريقه اخرى وما كنخليهاش تنشف مباشره، كندخلها للفران وبداك الطابع اللي كيكون قديم ديال المعمول، يعني داك اللي ما كنحتاجوش هكايا نخرجوه من المرشم بهذه الطريقه هذه. هنايا دخلتها كيف قلت لكم الفرن اللي يكون سخون، النار مهيله من الاسفل حتى كتبان لينا تحمرت من التحت، واحد التحميره اللي خفيفه كنشعل عليها كيف ما قلت لكم كنشعل فوق الوجه ديالها تماما، النار مهيله ما كنزيدوش على النار باش هكا ما كتصوتش لينا اولا تحمر اكثر من القياس. كتاخذ هاد اللوين مذهب وكنخرجوها كنخليوها حتى كتبرد تماما في الطاوه، عاد كندوز باش نرش عليها شويه ديال السكر الناعم اولا سكر كلاصي، رشه اللي كتكون هكا خفيفه على الوجه ديالها. صافي ما كنفندوها ما حتى شي حاجه، غير كنحاولوا نزينوها بالسكر كلاصي من الفوق. من بعد غنحاول ناخذ يعني كل حبه من الحلوه وكنزول يعني الفائض ديال السكر من الوجه ديالها اولا على الوجه ديالها. غادي نقدم معكم الحليوه بالصحه والراحه. الا مازال بغيتوا شي انواع اولا شي اشكال ديال الحلوه مازال ما شاركتهمش معكم فخليوهم ليا في التعاليق. الى فيديو مقبل ان شاء الله، تهلاو ليا فراسكم.